ازيك يا انس؟ عامل ايه؟ الحمد لله ازيك رب حماد؟ العالمين. انت تمام؟ حبيبي يا انس. طمني عليك. عامل ايه؟ شايفك الحمد لله. بتترعش النهارده، برد ولا ايه؟ لا ده طبيعي. ده طبيعي؟ عصب. شوربه العصب اهم حاجه في الحياه والله. الف هنا وشفا والله على حبيبي. اعصابك. حبيبي يا انس. انا الولد حماده ابن اختي الواد جابني لبسني الحته اللي على الحبل زي ما انت شايف بقى شكل. لا ما شاء الله، ما الحمد شاء الله لله طبعا. الحمد لله. وجابني بقى ايه على الاوتنج تمام ان احنا نيجي بقى ايه نخش بقى ده جميل اهو. انت متضايق منه ليه؟ ما الحاجات بتاعت العيال الصغيره بتاع الجيل الاندومي دي. فين ايام الزمن الجميل يا انس؟ ده الجديد فين؟ يعني الجديد اللي مش عايز معلومات، اللي في ايدك ده عايز مذاكره. كانت ناس بتذاكر، دلوقتي ما حدش عنده خلق يذاكر اصلا. ما احنا لازم نتعب يا انس عشان نلاقي المتعه. ما انت بتلاقي المتعه من غير ما اين تتعب. المتعه اذا؟ اين المتعه اذا؟ طب ايهما تختار يا جدو؟ قول لي. متعه بدون مذاكره ولا مذاكره ومتعه؟ مذاكره ومتعه الصراحه عشان بحب الاهانه. لا انت غاوي شكلك. شكلك غاوي. حبيبي نفسي افكر الناس ازاي اتقابلنا في 2019 يا انس. فاكر ولا لا؟ لا مش فاكر الحقيقه. لا لسه. لا انا زعلان. انا زعلان والله. فكرني يا جدو معلش، انا عندي ذاكره. لا اوعى رايح فين؟ لا كتير كده. هكمل عامل لوحدي ما ينفعش. هحكي للساده المشاهدين حبايبي الصغار هذه الحكايه. أرجوك. لما كنت قاعد مع الولد تمام، ساعات بصنع الولد ساعات بصنع بابيرسو ده. كنت قاعد معاه تمام بحكم الصداقه، اصل ما فيش طوبه من مصنع بابيرسو تبان غير على ايدي. عارف ليه؟ ايام التريلا كنت باخد مصر نقلات من مصر شنجن. مصر تمام شنجن على طول في التريلا. فالمصنع ده مبني على ايدي. حلو. فكنت قاعد مع الولد فقال لي في انز ده عظيم قوي. لا مع البتاع دي قال لي انت بتشرب البتاع؟ قلت له قال لي انا شغال فيه او انز ده عظيم قوي. ورحت بقى اتقابلنا هناك بقى في شنجن. في شنجن. حلو. عند عمه بتاع الشاي. عند عمه بتاع ايوه ده حلو اهو انس. حلو. انا بحاول اقرب شويه من الموضوع. بس انا الذاكره خانتني. خليتني انا قبلك. طب انت انا عندي سؤال. ارجوك. تمام. المعرض ده هيغير ايه في الصناعه؟ هيغير ايه في مصر؟ هيرجع لنا المدات والتنكات ولا ايه اللي هيحصل؟ لا ده غالبا كل معرض من دول هيخلي فرصه التنكات والمدات تختفي اكتر الحقيقه. دي يعني ده من الواضح، لان نسبه الديسبوزبل والكلوز سيستم والحاجات الاسهل كتير بتزيد قوي. وعلى فكره ده مش وحش، كونك انت دخلت بمود وتانك وعرفت الحدوته من الطريق الاصعب وتعلمتها، فما تبقاش صعبان عليك ان في ناس هتعرفها بسهوله. يعني خليك برضه لطيف من جوه، ان ناس عندهم فرصه ان هم يخشوا الصناعه من الاسهل. ما شافوش معاناه. ما هو ده كل الجيل القديم بيقول على الجيل الجديد كده دايما. يعني ما حدش عملها، ما تعبتوش، ما ذاكرتوش على لمبه الجاز، ما عملتوش، ما جربتوش تعملوا الكويل بالقطنه اي كلام، ونقعد نلف القطنه وبتاع ونجيب قطن مراتب. والله ده انا صدري فيه وحمه. الموضوع اسهل من كده بكتير. حاجات بتفتحها وتستخدمها وتخلصها وترميها، وحاجات بتغير اللي فيها من غير ما تبذل اي مجهود عشان تتعلمها. كده يا انسي. ارجوك ده الاسهل. يعني ده المستقبل، ده بكره كده بالمناسبه. بعد البطاريات يا انسي. لا خلاص بعد البطاريات. خلاص بقى سيبك من البطاريات والتنكات معلش. خلاص ماشي. احتفظ بالشويه اللي عندك. ماشي. احتفظ بالشويه اللي عندك. يا جدو اوعى تسيبنا ارجوك. يعني عايزينك تكمل معانا. انا يا جماعه هسيبكم بقى انا وجدو نكمل لفه في شوف ايه اللي بيحصل هناك عندهم. بعد البطاريات.